ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اول فيديو لينا في السنة الجديدة، يا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا. الفترة الأخيرة جبت كده شوية منتجات جديدة وبدأت في حاجات كده بدأت أجربها، فحابة أشارككم معايا المنتجات دي. بس قبل ما أبدأ الفيديو، اللي لسه مشتركتش في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس تختاري أولى علشان يجيلك إشعار أول ما أنزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. الفترة الأخيرة دي بجرب حاجات كلها مرطبات، طبعا بما إننا في فصل الشتاء. فجبت اللب ماسك أو ليب بالم ده من نفرتاري. بصوا هو كده في علبة خشب يا جماعة، فتحته بصعوبة جدا، يعني هو لازم قطر كده عشان أرفع الغطاء عن العلبة. هي العلبة كده شكلها اوثنتك كده وشيك وحاجة تحس انها ناتشرال قوي، يعني انها محطوطة في خشب. هي حلوة طبعا، بس بصوا يعني في صعوبة في الفتح. ده كده من جوه الليب بالم، بحطه قبل ما انام. هو يعني تحس ان هو التكستشر بتاعه خفيف مش تقيل كده على الشفايف. طبعا حاجة كده دهنية. هو طبعا وبصحى بلاقيه يعني شفايفي مترطبة كويس، بس لسه برضو محتاجة استخدمه فترة اطول علشان اشوف هل هو فعلا هيعالج التشققات اللي في الشفايف ولا هو بس مجرد ترطيب عادي زي اي ليب بالم. كمان جبت الليب بالم دي برضو من كولاجرا، هي اسمها هيدرينزا. بصوا هي عجبتني يا جماعه، انا جربتها كده يعني مره او مرتين، حسيت انها لا قويه، ترطيبها حلو، مش يعني مش ترطيب عادي كده زي اي ليب بالم. هي دي شفافه، اللي هي بتبقى لونها ابيض. بصوا ده حجمها صغنونه، و بصوا ادي كده شكلها اللي هي لونها ابيض. طبعا هي بتخلي الشفايف يعني بيضة كده، يعني مش بتدي لون، وفي نفس الوقت بتحس انها بتبيض الشفايف، ده عيبها. بس هي كترطيب انا شايفه ان ترطيبها فوق المتوسط. كمان جبت الليب بالم دي من بوبانا، دي باللي هي تشيري او بالكريز يعني. ده لونها كده، بص لون خفيف قوي، يعني لون وردي كده خفيف قوي على الشفايف، فحلو جدا. هي ترطيبها يعتبر متوسط، فحلو يعني اثناء اليوم. طبعا ما بيقعدش كتير وبيروح مع اي اكل او شرب، فتعتبر يعني معقولة بالنسبة لسعرها. استخدمت اماندا بتاع كريم الايد. هو يا جماعه عاجبني جدا، انا متهيألي ان انا كلمتكم عنه قبل كده. عاجبني ان هو فيه كده تحسه يعني ريحته كوكو باتر، فهو طبعا الكوكو باتر دي او زبده الكاكاو دي بتبقى احسن حاجه مرطبه جدا للجلد في الشتاء. فانا بحطه قبل ما انام لان هو تقيل شويه، يعني مش تقيل قوي بصراحه، بس هو بالنسبه للشتاء حلو جدا. انا بحطه قبل النوم، وبصحى ايدي مترطبه حلو جدا. طبعا سعره كان يعني كان رخيص قوي، يعني مش فاكره كان 45 جنيه او حاجه كده، فسعره طبعا حلو جدا بالنسبه لكميته، فبصراحه يعني عجبني. كمان من الحاجات اللي جبتها وما كنتش فاهماها قوي، كنتش فاهمه ده ايه، يعني هو ده من جوفياليتي بالم ستيك، عباره عن زبده كده في شكل ستيك. دي بتستخدميها بقى لاي حاجه، يعني الاول انا ما كنتش عارفه استخدمها ازاي. بصوا هي كده بتتلف كده من تحت، وده كده الستيك هو ريحته كده حمضيات شويه، يعني ليمون على برتقان. نفس مشكله جوفياليتي ان انتوا تحسوا انه ناشف، يعني الستيك نفسه يعني رغم ان هو حاجة مرطبة بس الستيك ناشف، زي مشكلة بالظبط الليب بالم بتاعهم. لو تفتكروا ان انا كلمتكم عنه قبل كده، برضو كان بتبقى ناشف كده. بس جربته بقى يعني اضغط وانا بستخدمه، يعني استخدمته على كعب الرجلين، على الايد. هو بيعمل طبقة كده دهنية بس، وبترطب على فكرة، يعني مش سيء، بس بصراحة يعني مش مريح في الاستخدام، وكان غالي. يعني الستيك ده كان معدي 200 جنيه يعني او 250، فكان غالي. فمش عارفه هما جوفياليتي هم حاولوا يعملوا اختراع حلو، او هو مش اختراع، هو موجود في حاجات تانية هوريهولكوا، بس مش مصرية. يعني انا ما شفتش حاجة مصرية عاملين اللي هو البالم ستيك ده اللي هو انتي بتمشي بيه على اي منطقة جافة عندك.
ده انا ما شفتوش بصراحه غير في جوفياليتي. بس يعني العيوب دي يعني حاولوا يتجنبوها، وهو هيبقى ممتاز. يعني خلوه اطرى من كده شويه، ما يبقاش ناشف قوي، ويعني علوا شويه في سنه الترطيب، هيبقى ممتاز. لان هو سهل في الاستخدام يا جماعه. ان انت مجرد كده ان انت بصي تمشي كده الستيك على مثلا على الايد او على الرجل او على الكعب، بيبقى الموضوع سهل. بصوا يعني انا اهو مشيت، بصوا تحسوا يعني الطبقه مفيش، يعني لازم تدوسي جامد قوي عشان يعمل طبقه. فده اكيد دي حاجه مضره بالجلد، مش حلوه ان انا اضغط جامد عليه كده. ده بقى يا جماعه الكوري بتاعه، بصراحه طبعا فرق رهيب. يعني بصوا هو بجد في حاجات مصريه طلعت في السنه وشويه الاخيره دي، يعني اخر سنه دي او اخر سنتين، حاجات مصريه كتير بصراحه مبهره. يعني الواحد ما كانش يتوقع ان يلاقي برودكتس بالجوده دي في مصر. فبصراحه يعني الحق يقال، لازم يعني برضو ندي كل حاجه حقها. وفي برودكتس كتير انا اتكلمت عنها وقلت قد ايه ان هي مبهره وفعلا حلوه واحسن من حاجات كتير مستورده. بس الستيك ده اللي هي الفكره بقى اللي بقول لكم عليها، اللي هي البالم ستيك دي في الكوري، بصراحه بالنسبه لي طبعا ترتيبها احسن كتير. اهي بصوا ادي كده، عملت كده بمنتهى السهوله، عملت على طول طبقه زي ما انتم شايفين، طبقه كده على طول مرطبه. ترطيبه طبعا تقيل، يعني ترطيبه كمان حلو، اللي هو ينفع في الشتاء. يعني في الصيف بصراحه لا، يعني في الصيف مش هقدر استخدمه. في الشتاء حلو ان انا ماشيه على اي منطقه ناشفه. لو عندي هنا مثلا، خاصه المنطقه دي بتنشف اكتر، الكعب كده، لا بجد تحفه. هو البراند ده اسمه كي، وده كوري، ده عجبني قوي بصراحه. اليوريا كريم ده من اليجون، طبعا مشهور جدا، ناس كتير اتكلمت عنه ان هو حلو وفظيع. ده ترطيب حلو، عجبني حلو جدا. طبعا في الشتاء ان هو تقيل. اليوريا معروفه طبعا عشان جلد الوزه، بس دي حاجه انا لسه ما اقدرش اتكلم عنها دلوقتي. انا بجربه في موضوع جلد الوزه، بس هو جربته يعني كذا مره كترطيب. ترطيبه عجبني جدا. جبت البادي كريم ده من انفينيتي. يعني انا مش عارفه ليه انفينيتي بيحطوا في برطمانات ازاز، يعني موضوع خطر قوي. يعني بصراحه موضوع برطمانات الازاز دي دايما بتبقي قلقانه كده هيقع منك، هيتكسر، ويعني بتبقي دايما عايشه في حاله قلق. يعني اكيد في باكجينج كتير يا جماعه احسن من موضوع برطمان الازاز. فده كريم في الاول وفي الاخر، فعادي يعني هو ممكن نحطه في اي باكجينج من الحاجات اللي احنا متعودين عليها البلاستيك. هو ريحته بالياسمين، انا بحب طبعا الحاجات الفلورال جدا. بصوا استهلكت منه قد ايه، هو ريحته حلوه قوي، ياسمين كده خفيف باودري، فالريحه تحفه. ترطيبه حلو يا جماعه بجد. في الشتاء عجبني برضو، من الحاجات اللي عجبتني جدا في ترطيب الجسم. يعني بصوا انا عايزه اوريكم قوامه. بصوا انا خدت شويه كتير قوي كده انا بهدلت الدنيا. هو بصوا قوامه خفيف قوي ازاي، يعني تحس ان هو خفيف جدا، بيتفرد بسهوله، والبشره بتمتصه بسهوله جدا. بصوا على طول ايدي اتشربته واتفرد بسهوله. فهو حلو قوي ان انتوا في الشتاء كمان غالبا بيبقى بنستخدم البادي باتر والحاجات التقيله، فده ميزته ان هو بيجمع بين الاتنين، يعني البادي باتر والبادي كريم، اللي هو تحس ان هو قوامه خفيف، بيتفرد والجسم يتشربه بسرعه في نفس الوقت. ريحته حلوه قوي. يعني انا بموت في الروايح الفلورال بجد، يعني ريحته حلوه جدا. يعني ممكن يكون كده شبه حاجه، شبه ايه مثلا، مش عارفه شبه ايه، بس هو حاجه باودري كده، ياسمين على باودر، فتحفه. كمان جبت الفيمينين ووش ده او الغسول النسائي ده من دراي، كنت سامعه عنه برضو، اسمه دراي فريش. سامعه عنه ان هو حلو جدا. جربته مره او مرتين، بصراحه عجبني، ما فيش اي تحسس، بيخلي ريحه المنطقه حلوه. الكامومايل والمسك ريحته مش قويه قوي،
يعني ريحته هادية، ريحته عارفين ريحة هادية كده فيها ريحة المسك. طبعا ده مش ده المفروض خارجي بس ما يستخدمش داخلي، وفي نفس الوقت مش كتير يعني مرة كل فترة بعد البيريد كده. فبصراحة عجبني يعني في المرتين 3 اللي انا استخدمته. بعد كده جبت الاي براو اويل ده من فيفلين، برضو استخدمته كذا مرة يعني اهو بصوا. لا لسه في باقي كتير يعني. هو زي الماسكارا بتاعت الحواجب، بنمشيها كده على الحواجب. ريحته خروع بس مش باينه قوي يعني، مش ريحه قويه قوي، بس يعني هو فيه زيت خروع يعني. هو ده الفرق بينه وبين مثلا بتاع فوليكال بوستر بتاع رو افريكان. يعني رو افريكان بيعتمد على الروزماري اكتر، لكن هنا ده فيه زيت خروع، فده بيعتمد عليه اكتر في التتقيل الحواجب، بس ده للحواجب بس مش للرموش. برضو لما اخلصها خالص للاخر هقول لكم النتيجة بتاعتها. بعد كده الاي كريم ده بالريتينول من انفينيتي، يعني انا دلوقتي بجربه بقالي مثلا يمكن اسبوعين او 3. هو لسه مش باين اي نتيجة يعني، مش حاسة باي فرق. بيعمل كده وايت كاست كده، طبقة بيضة خفيفة تحت العين بعد ما بحطه. طبعا ده بيتحط بالليل بس ما ينفعش احطه في النهار لان هو فيه ريتينول. طبعا حلو جدا للسن اللي هو فوق ال30 او ال35، علشان كنتش عايزه حاجه مرطبه بس، لا انا كنت عايزه حاجه فيها ريتينول علشان الثيكنس هنا تحت العين بيقل مع السن، فبيبتدي تبان كده الشعيرات الدمويه ويبقى فيه زرقان كده تحت العين، فاهمين يعني؟ اللي هو الجلد بيبقى رقيق لدرجه ان هو بيبقى ازرق اللي هو بيبين اللي تحته. الريتينول طبعا المفروض ان هو بيعمل ستيميوليشن او بيحفز الكولاجين، فيبتدي الجلد يبقى اسمك شويه تحت العين، وتبتدي الحاجات اللون ده اللي تحت العين يختفي المفروض طبعا. بس يعني انا بقول لكم لسه ما شفتش اي نتيجه. لما يخلص خالص هقول لكم رايي فيه. طبعا منتهى الامانه والصراحه زي ما انتم متعودين مني، عشان انا اكيد يعني مش هقول لكم حاجه حلوه وخلاص يعني. بعد كده استخدمت الريتينول ده من ايفيلاين، دي براند يوناني تقريبا. كنت برضو قلت لكم ان انا كنت لسه مشتريها. بصوا انا استخدمتها لغايه يعني خلاص باقي شويه صغننين قوي. الريتينول ده تركيزه مش قوي قوي، تركيزه 0.2%، يعني حاجه متوسطه للناس اللي هي لسه مبتدئه، فيعتبر كويس. هو خفيف، ما بيعملش اي تحسس خالص للجلد. حلو يعني، حاسه ان هو لا يعني عامل تكستشر للجلد حلو. لسه هخلصه طبعا يعني. بصوا هخلص شويه دول بقى واكيد هقول لكم رأيي فيه النهائي. يعني زي ما انتم عارفين بحب اختم الفيديو باحلى حاجه، وانا قلت لكم دي من احلى الحاجات في الفيديو اللي هو بتاع افضل منتجات استخدمتها في 2024. ده السيرم ده من تيلوفيل اللي هو الجلوينج سيرم. هو لسه يعني هو لسه قدامه شويه، مش ما خلصش يعني ولا حاجه، بس لسه قدامه شويه كتير. بس لا عجبني ان هو فعلا اول ما بتحطيه بتحسي ان بشرتك بقت طريه ورطبه حلو جدا يعني. التأثير ده بيفضل يعني، مش حاجة كده لحظية اول ما تحطيه وبعد شوية ترجع تاني، لا يعني بيفضل معاكي بقى لغاية تاني يوم. فلا عجبني جدا. هو المفروض فيه مادة السانتيلا اسياتيكا، ودي طبعا مادة بتحمي حاجز البشرة، بتقوي حاجز البشرة. عجبني قوي 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 كمرطب في الشتاء وبيعمل جلوينج للبشرة. فبجد يعني من الحاجات اللي انا انصحكم تستخدموها، وانا لسه مخلصتوش برضو يعني، فبرضو لما اخلصه للاخر هقول لكم رايي. بس هو تحفه تحفه. وبس كده حلوين، نكون وصلنا لنهايه الفيديو. متنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وشير مع اصحابكم، واكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه رايكم في المنتجات دي، ولو في حاجه جربتوها قولوا لي رايكم فيها ايه. وما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا على الانستجرام والتيك توك، هسيب لكم اللينكات تحت في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.